يقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل كلهم مسلمون، وهو مفتي في إحدى ديار المسلمين، حيث أنه أجريت معه مقابلة في إحدى المجلات منذ شهر، ويقول حرام علينا أن نقول هذا سني وهذا شيعي، فهل هذا الكلام لا بأس به أو ما ترون فيه؟ هذا كلام فيه إجمال خطأ، فإن الشيعة أقسام وليسوا قسما واحدا. الشيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني أنهم 22 فرقة، هم يختلفون، فيهم من بدعته تكفره وفيهم من بدعته لا تكفره، مع أنهم في الجملة مبتدعون. الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدناهم من فضل عليا على الصديق وعمر، فقد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم. وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعته في سوريا، فالباطنية الذين في سوريا، والباطنية الذين في إيران، والباطنية في الهند هم الإسماعيلية. هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، وهم كفر، هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون أهل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما أنهم معصومون ويعبدون من دون الله في الاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم. هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة الإثناعشية ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، وهم من شر الطوائف. وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية. هؤلاء باطنية في الباطن، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار ارتدوا عن الإسلام، إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار بن ياسر، واثنين أو ثلاثة أو أربعة من بقية الذين يرون أنهم يوالون عليا فقط. وأما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون، قد خرجوا عن الإسلام وظلموا عليه، إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله العافية، مع ما عندهم من الغلو في أهل البيت، ودعواهم أنهم يعلمون الغيب، وأن الواجب إمامتهم، وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة، وأن ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي والحسن فقط. أما الولايات اللي من عهد النبي إلى يومنا كلها باطلة عند الرافضة، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا.